في عالم الصيدلية والأدوية والأعشاب الطبية بنقابل خرافات كتيرة جدا. خرافات منتشرة لدرجة إن الناس بتصدق إن هي حقيقة. الخرافات دي ممكن لو أنت مش عارف أصلها ومش عارف الصح منها من الغلط ممكن يأثر عليك وعلى حياتك، وممكن وقت ما هو اللي ينقذك هو اللي طبعا يعمل لك مشاكل كبيرة جدا. النهارده هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا ناس كتيرة فهمها غلط لحد النهارده، وناس متأكدة ومصممة إن هم فاهمين الموضوع بشكل صح، والحقيقة إن هم فاهمين الموضوع بشكل غلط جدا. النهارده هنتكلم عن الكركديه، وهل الكركديه إنك تشربه سخن أو بارد بيفرق في مستوى ضغط الدم في جسمك. عايز أقول لك إن موضوع سخن وبارد ملوش أي علاقة خالص. الكركديه في حد ذاته هو من الأعشاب المشروب اللي بتاعها بيقلل ضغط الدم. كمان لو انت شربت كوباية 2 3 في اليوم ساقع او سخن، فده ممكن يقلل لك الضغط بشكل كويس على مدار اليوم. ولكن خلي بالك الكركديه هو مساعد في ان هو يقلل الضغط مش علاج، علشان ما تفكرش ان هو تأثيره قوي جدا لكنك هتعتمد عليه. فلو انت بتاخد دواء ضغط وفكرت في مرة كده انك انت تسيب دواء الضغط وتاخد مكان الكركديه، فانت بتعمل مصيبة حرفيا. فمن النهاردة عايزك تعرف ان الكركديه سواء سخن سواء بارد ملوش اي تأثير غير ان هو بيقلل الضغط. يا ريت لو كانت المعلومة دي مش عندك تعمل لايك للفيديو. لو انت تعرف حد مصمم ان الكركديه سخن بيرفع الضغط او بارد بيقلل الضغط، ابعت له الفيديو ده خليه يعرف الصح. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.